السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم الشيخ الكبير الفيزازي. معروفين هادو. فهاد العدوى انتقلت الى بعض الشباب، لان نقول لهم يعني الكركاس انسان عادي، والموتور تلفي، يعني الموتور ينتمي الى هذا الناس. اسمع الشيخ الفيزازي يقول بأن السلفية تلفية وبأنهم وهابيين ومدخليين، ويقول بأنهم إرهابيين، ويقول بأنهم تكفيريين، ويقول بأنهم هم اللي يفرقوا هذه الأمة. سبحان الله. أي تحرق لكم اللحن على بالي، بلي يتحرق بزاف هنايا، لأنه بعض الشباب سلفي على المنهج الحق بوسائل بسيطة، تليفون وشوية انترنت، راهو يحارب فيكم، راهو يكشف الشبه تاعكم، او يكشف الحقيقة تاعكم، او يكشف التدليس تاعكم. هذا ما كان، لهذا قاعد تحرق لك، وكل واحد يقول لك سلفي يتكلم في الحق تهاجم عليه. كيف تقول باللي السلفية هم يكفروا المسلمين؟ اكبر طائفة بعد الخوارج اللي يكفروا المسلمين اللي هم انتم المتمشعرة. انتم اللي نهار كامل تكفروا، انت والشيخ المغيلي تاعك واصحابكم اللي يظلوا تكفروا في الناس، اللي تقولوا لي الصلاة مول الوهابية باطلة، وانتم اللي تقولوا كل ما تلقاو وهابي قتلوه. انتم المتمشعرة وصاحبك المغيلي هذاك. ونزيد لك نتحداك، اصلا انت المنهج السلفي تقول بلي مذهب هو منهج، وانت ما تفرقش بين المذهب والمنهج، وتقول بلي وهابي وهذا. نتحداك تجيب لي واش معناتها مدخلي واش معناتها وهابي. نتحداك. ما كاينش مذهب اسمه مدخلي، وما كاينش مذهب، هم شيوخ وائمه سلفيين فقط. ولكن نتوما اي واحد يتكلم ويجيب الصح بالدليل والحجه تبداو تهجموا عليه. الاخ عبد الكريم، وتكلم على الاخ عبد الكريم ربي يحفظه ونوجه له التحيات، عطاك فكره سؤال جاوبوا. يا اخي انت والف دير دراسات كيما درت دراسه على اللي يصلي 5 صلوات في المسجد فاشل، زيد دير دراسه عليهم. ناقش، تعلم ترتقي في الحوار والمناقشه تاعك. عطاك فكره، ناقش الفكره وما تناقشش الشخص. انت راح ديرك تهجم عليه ويخدم مخدرات وعايش الهيرو فتنه وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفترق امتي، وراه المشكل. ربي يهديك، والسلام عليكم.